لحظة بسألك بلش. خبرني يا عمري شو صار معك؟ في زلمة ضربني. شو ضربك؟ ليش ضربك؟ قلت له عمري ساعدني ضربني بوكس. وين ضربك بوكس؟ هون. شو قال لك؟ قال لي روح سوريا روح يا خش. جيتوا على لبنان غربتونا بيتنا. قد ايه عمرك انت؟ 11. وهو قد ايه تقريبا عمره؟ شي 17 18. الأردن واللبنان والشوارع غريقة، لبنان من الزبالة والأردن الطليقة. سوريا فيها حرب بس ما فيها هيك حالة، سوريا فيها شوارع بس ما فيها أكياس زبالة. يا أهلا بكم، هي مش غنية ترفيهية، هي حالة السوري مع الدول العربية. احكي عن أرض اللي غرقانة بالدمار، ولا احكي عن أمة ما فيها زرة عار. علمونا صغرنا إنه نحن كلنا أخوة، هنن أول أمة ما فيهم زرة نخوة. 2 مليون عراقي سكناهم ببيوتنا، 400 ألف لبناني سكناهم بقلوبنا. لما لجأتوا لعنا ما سألناكم عن تأشيرة، لما جينا عدوانكم خليتونا عن حصيرة. عن تدعوا بالإسلام منتو أحقر من اليهود، النبي ذاته تبرى منكم لو كان لسه بالوجود. عسوريا بدنا نرجع، وعبلدنا بدنا نعود. حاجتنا غربة، بالغربة عم نموت. لك حسوا فينا نحن بشر من حقنا نعيش، مو من حقنا نموت. نزلوا دموعي على عم تبكي على ابنها. يا سوري حط ايدك ع ايدي، خلينا نعمر بلدنا، خلينا نعمر بلدنا، خلينا نرجع المحبة. ما عاد بدنا نشوف عم تبكي، ما عاد بدنا نشوف عم تبكي. النهاية لا تستطيع أنك أنت تستقبل ناس آخرين من بيئة أخرى من مكان آخر في عندهم مشاكل نفسية أو عصبية أو عندهم تروما وتدخلهم في المجتمع. بالأردن باعونا وباللبنان قلعونا، بالكويت والسعودية قالوا معنا تروما. بلدنا اليوم عايشة بمأساة مصرية، منا بحاجة لشفقة بل بحاجة لإنسانية. وين العدل وين الوطن وين راح الأمان؟ ما ضل بيت بأرضي ومنه خربان. العرب هنن عرب بس اعتزلوا الإسلام، انبسطوا لما شافوا سوريا منكوبة. أنا سوري واليوم راح أعتذر العروبة. هي حالة السوري مع الدول العربية، هي حالة السوري لأنه طالب بالحرية، هي حالة السوري مع الأمة الإسلامية. سموني إرهابي لأنه ديني الإسلام، ديني دين الخير للمحبة والسلام. امحي كلمة نخوة، العرب منن أخوة. نحن أمة زائفة ما ضل عنا زرة رحمة، أمة زائفة ما ضل عنا زرة. لك سوريا أنت جنة، حلب أنت أمي. لك يا الله لو أرجع شوفك يا شام، لك يا الله شو بتمني. بلد عربي، سوريا شعب كريم. سوريا فتحت حدودها لكل اللاجئين العرب ولم تقم مخيما واحدا، فتحت صدرها وقلبها وبيوتها لأكثر من 1.5 مليون عراقي. استقبلت أكثر من 350 ألف لبناني عندما وقعت الحرب في لبنان. سوريا هي الدولة الوحيدة التي كانت تستقبل العرب بدون أي إقامات ولا تأشيرة دخول. الآن يعني المصيبة أنه الدول العربية تدير وجهها على الطرف الآخر، يعني لا يفعل شيء على الإطلاق بالنسبة لهؤلاء اللاجئين السوريين.